بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. القصة يرويها واحد من أهل الخفجي، ثامر بن صالح الشمري، يقول: أنا عندي شب الضوء وشب بالعصر وشب بالعشاء، والمغرب هذا أحطه أرتب فيه معاميلي وأرتب. يقول: عندي جار أنا وياه لنا 7 سنين جيران في الخفجي، يدخل عليه ويدخل عليه، رجال طيب وكفو ومن روس عرب، اسمه مبروك بن فالح بن دوي المضيبري الرشيدي. هذا اللي يقص القصة الشمر. يقول الرجل هذا من مرتادين المجلس، ورجل مؤدب وثقيل في المجلس وإنسان محترم، و7 سنين وأنا وياه في هالمجلس، دائما يجيني وأنا أحبه ويحبني، ومن جماعة المسجد كله بركة الحمد لله. يقول يوم جاء ذاك اليوم ويجيني عقب صلاة المغرب على غير عادته، قبل المغرب بربع ساعة. قال لي: يا ثامر. قلت: نعم. قال: شب الضوء، أنا جايني ضيف من العراق وهلي مو في البيت، وبيك تشب الضوء وتقهويه، وأنا بروح أصلح عشاه وأجي. قلت: إيش رأيك يا مبروك؟ أنت تجلس أنت وضيفك وأنا أخلي هلي يصلحون العشاء. قال: لا ماني مكلف عليك، شب الضوء وخلى الضيف عندك وسولف انت وياه، وانا بجهز العشاء واجيبه. حاولت فيه يا ابن الحلال، عيالك والبيت واحد. قال: ابدا، انا بدبر العشاء وانت خليك عند الضيف. يقول: جاء الضيف طال عمرك واحد من اهل العراق، الله يعطيني اسمه، ابراهيم ابن عايش ابن عبار الشمري من اهل العراق. يقول: جاني الضيف خلاه عندي وقعدنا 10 دقائق ثم راح وخلانا، دبر هو بيروح يسوي العشاء. واسال ابراهيم، قلت: يا ابراهيم انت مستعجل الليله وبتروح للرياض؟ هو قال لي انا ترى مستعجل اللي بيروح للرياض وبيروح للحساء. قال: اي والله انا جاي من العراق زياره وابي ازور خويي مبروك ثم اروح ازور بناتي. قلت له: ليش ما زرت بناتك قبل ما تزور مبروك؟ قال: والله لو اغلى واحد عندي في السعوديه اول ما ازور مبروك ما ازور بنات. ما شاء الله. يا ولد وش سر العلاقة اللي بينك وبينه؟ وش صاير بينك وبينه؟ قال: يا أبو صالح، هذا طال عمرك 1407 أنا خوي له في عسكر أنا وياه في الكويت بدون، واشتغلنا سنوات زملاء، قعدنا حوالي 7 أو 8 سنوات أنا وياه زملاء في العسكرية، بيننا خوة، لا بيننا يعني أمور كبيرة لكن خوة عمل. قلت: طيب. قال: يوم جت الأزمة حقت الخليج حنا جينا للسعودية من عرض ما طلعوا من الكويت، أنا معي 6 بنات وزوجتي. طيب. قال: يوم إني جيت السعودية وانتهت وتحررت الكويت ورجعنا الكويت، أنا بدون وأصلي عراقي، والله ما أعرف في العراق أحد، أبوي عسكري في الكويت وأنا عسكري من أهل الكويت، سفرونا للعراق من ضمن الناس العوائل اللي راحت العراق وأصولهم عراقية، تعرف وضع الحروب وضع المشاكل هذه، حطوني في العراق ما أعرف في أحد، والله بملابسنا اللي علينا أنا وبناتي وزوجتي، وظروف ما يعلم فيها إلا الله، حرب مشاكل ولا عارف ولا معروف. ترى عني خوي مبروك تواصل معي، بتيت أو صار بيني وبينه يعني حزن. قال: شوف جل همك، والله ما يلحق شيء بإذن الله، الراتب اللي أنا بقسمه بيني وبينك. الله الله. قلت: يا ابن الحق. قال: أقول لا أتكلم بس عطني عنوانك وانسلم. وكل شهر ما تأخر علي، مو منقطع، ما تأخر علي الراتب كل شهر يحوله لي. هالرجال اللي الحين رايح يصلح عشاك جارك اللي انت مبروك الرشيدي. قال: صادق؟ قال: نعم 30 سنة لا إله. وهو يحول لي راتبه. مرة حول لي عن طريق الأردن يوم جت الضغوطات على البنوك، وكثير من المرات يحول لي عن طريق شمري في عرعر وما أدري في القريات. كل ما نزل الراتب المبلغ يجيني يصل لي لحد بيتي. زوجت البنات، بنيت لي بيت وسكنت هناك. هذا جارك اللي انت تقول وش علاقتك انت وياه وش صداقتك وش اللي انت مبديه على أهلك، تجي تزوره قبل بناتك وقبل ما منتحب. الله الله. قال: هالرجال اللي جنبي، قال عز الله ان الرشايدة مشهورين بالخوة،
ومشهورين بوقفتهم مع خويهم. قال يا رجل وأعظم والله ما خلى عنا شيء، والله انه يتفقدنا حتى في اشياء ما في عيد وفي اماكن. يقول وانا ادخل انا وياه، يقول يوم دخل الرجال وله جايب عشانا انت يا مبروك، واطلع له بشيل انا وياه العشاء. قلت يا ولد انت شو مسوي في الرجال هذا؟ قال ما سوينا شيء. قال الرجال علمني كذا وكذا وانك ما مقتص من راتب كله. قال هو علم؟ قال يا رجال ما من شيء، مكثرين الكلام. قال لا والله ما كثر الكلام، بالله والله من طيبك ومن حسن ذاتك. انا عاد اقول للشمري، اقول له انت معروف. قال والله ما بيني وبينه الا زماله عمل، ما بيني وبين هالرجال الا عمل، انا وياه في مكتب واحد او في وحده واحده. شوفوا يا اخوان سبحان الله، ترى هذا له اساس من السنه ومن الهدي ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جو المهاجرين للانصار قسم حلاله وعطاه المهاجر وهو ما بينه وبينه لا قبيله ولا نسب ولا شيء، اللهم الاسلام. هذا له تاريخ عندنا، عملنا كله دين. اعمال الرشيدي هذا والرشيدي على فكره مشهورين بالخير ومشهورين بالعطاء ومشهورين بوقفتهم مع جارهم، لهم وقفات عجيبه، عندي قصص ما يعلم فيها الا الله، شيء ما حد يصدقه. لكن ترى له اساس في الدين، ديننا هذا هو. يتفقد الواحد جاره، يتفقد هذا، يبارك الله لك في رزقك، اصلا هو رزق لك انت، يلي جايك محتاج، هو رزق لك. كثير من الناس يدري ان عند جيرانه عندهم ظروف صعبه، عنده ايتام، عنده ناس في المسجد يذكرهم الامام في حاجه يصد عنهم. لا، اعرف ان الله سبحانه وتعالى خصك بالرزق هذا، تفقدهم ومرهم وعطهم. هذا دين. الدين مو بس صلاه وعباده ومن هالكلام، ايضا الدين انك تنتبه لاخوك المسلم. انتم تشوفون في ناس عندهم فواتير كهرباء ما يعلم فيها الا الله سبحانه وتعالى، ما يقدرون يسددونها، ولا عندهم ظروف ان الله يعلم فيها. تفقدوهم وروحوا شوفوا اقرباء، اخوان، خوات، اصدقاء، ناس عندك في الحاره، ناس طال عمرك تمر لك على بقاله في احدى الاحياء الضعيفه وتشوف المديونيه اللي عليها البقال، هذا 50 وهذا 100 ريال 200 ريال، قفل الصندوق ب 700 ب 500 ريال ولا احد يدري عنك، الله اللي يدري عنك. تدخل السرور عليهم. في بعضهم والله العظيم راعي البقاله يقول الخبز ما يملكون قيمته، ياخذونه دين، خبز بريال وبريالين، وحنا نشتري ب10 ريال ونحط الله يعزكم على صناديق الزباله على اساس يفرزونها على الزباله. يقال ان حنا ابرينا ذمتنا. هذه من القصص اللي فيها خير وفيها وقفات وفيها الانسان ينفع اخوه الانسان. حنا لو كل واحد منا نفع عائله او عائلتين بقدر ما يستطيع، والله ما يبقى عندنا محتاج. كل واحد بس يلتزم انه ينفع ناس مستحقه، مو كل شهر، لو كل 6 شهور يتفقدهم، والله ما يبقى عندنا احد. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه، وجزاك الله عني كل خير يا